علي بيقول لي بن شرقي هيكمل في الاهلي ولا هيمشي علي عبد الحميد. بص يا علوه، هو مفيش اي حاجه دلوقتي تقول ان بن شرقي هيمشي خالص، ولا معلومات ولا توقع ولا اي حاجه في اي حاجه. وبن شرقي طبعا لعيب مش محتاج اتكلم عنه، لعيب جامد جدا ويعمل الفرق مع اي فرقه، ولعيب تستد، يعني لعيب انت شفته قبل كده مع الزمالك واختبرته في الدوري المصري وعارف انه جامد جدا، ومع الوداد قبليها طبعا. ولكن انا قناعتي انه الاهلي السنه الجايه وربما في يناير ممكن يتخلى عن بعض النجوم، لانه تجديسة النجوم اللي موجودة في الاهلي دي ما اعتقدش هتطول. مش هتطول لسببين. اول حاجة ان مفيش نجم فيهم هيستحمل انه يقعد لفترات طويلة على الدكة، وده هيتعارض مع رغبة المدير الفني واي مدير فني ان هو يثبت تشكيلة. واي فرقه كبيره بيبقى عندها ثبات في التشكيل، في لعيبه بتخش وتعمل روتيشن، بس في تشكيل ثابت، في 11 انت عارف ان الجناح الشمال كذا، جناح اليمين كذا، الفيرود كذا، خلاص. وبقى في ماتشات بيدخل حد في الدقيقه 60، دقيقه 70، دقيقه 80، في الكاس بيدخل ناس، بس في تشكيل وقوام اساسي. الاهلي عنده اكتر من لعيب هم اصلا لازم يبقوا اساسيين، زي الحسين الشحات، زي تريزيجيه، زي بن شرقي، زي زيزو. فان انت تقنع حد من دول ان هو يبقى بديل على مدار فترات طويله، اعتقد ده مش هيحصل. فهتلاقي ممكن ان حسين الشحات يطلع، بن شرقي يطلع، عشان خلاص الدنيا بقى تستقر ويبقى في مركز اساسي كله وراه حد تاني جامد وكويس، بس برضو في فروقات سنه ما بينهم. دي نمره واحد. نمره اتنين، انه العقود بتاعت لعيبه الاهلي كبيره جدا جدا جدا، فمفيش حد اعتقد ولا اداره هتستحمل ان هي تقعد تدفع الفلوس دي كلها لمدار سنين طويله. فممكن تلاقي كمان سنه حد يجي رقم فيه جامد يروح متباع. لان خلي بالك برضو انت العوائد اللي بتجيلك في الدوري المصري مش كبيره. انت الحاجه الوحيده اللي بتعتمد عليها في عوائد ككره قدم يعني للانديه المصريه هو افريقيا، دوري ابطال افريقيا وكاس عالم الانديه. فدول برضو ما يقدروش يعيشوك طول الوقت ان انت تدفع كم الفلوس دي كلها. فاعتقد متوقعي انه ممكن مع يناير، مع السنه اللي جايه، تلاقي من نجوم الاهلي ممكن حد يكون بيطلع يعني. وحيد بيقول هل امام ممكن يمشي من الاهلي؟ ما اعتقدش يا وحيد. ليه؟ لانه امام احسن لعيب في مصر مع الاهلي، مكسر الدنيا مع الاهلي، بياخد الفلوس اللي هو عايزها، ولو عايز يجدد يمدد يعلي عقده هيحصل، لان هو يستحق ده، والاهلي ما بيقفش قدام لعيبته في الحته دي. الاهلي هيروح فين؟ اصل جوه مصر خلاص الزمالك بابه مقفول بالنسبه لامام. بره مصر امام طلع وما استحملش ورجع. فخلاص يعني مفيش منطق. سيبك ان مفيش معلومه عندي تقول الكلام ده، بس حتى مفيش منطق يقول ان ده ممكن يحصل الا لو حصل بقى حاجه خارجه عن المنطق، يعني خلت امام يمشي من الاهلي. لكن حتى الان لا، اعتقد ان ده حاجه مش وارده يعني.